سيد رئيس الحكومه، وانت كتهضر على السياحه في بلادنا حشمت في بلاصتك. واش بهاد الشياطه والخرده ديال الطوبيسات اللي صيفطوا لنا لمدينه فاس غادي نستقبلوا السياح؟ واش عباد الله الطوبيسات كيمشيو بالفخر وما عندهم فرانات بحالهم بحال وعودكم الانتخابيه؟ فعلا نستاهلوا ما احسن. شوفوا شويه جهه فاس مكناس اللي فيها اعلى مستويات ديال البطاله ومحتاجه لاستثمارات كبرى فين يخدموا الشباب. بغينا يا وزيره السياحه والسلفيات انصاف وادماج حقيقي للمرشدين السياحيين الغير نظاميين بفاس، والاهتمام بالسياحه الثقافيه والدينيه لهذه المدينه العتيقه، الزاويه التيجانيه، قبب بني مارين نموذجا. وما يمكنش السيد رئيس الحكومه باي وجه كانت تقصى فاس من تي جي في. بغينا تكون عندنا عداله مجاليه بين مدن المونديال. المواطن والسائح كيتشكوا من تاخر المواعيد وغلاء اسعار تذاكر القطارات، والجاليه المغربيه بالخارج براسها كتشكى من غلاء تذاكر السفر عبر الطائرات والبواخر. المواطن كيخلص ضرائب مهمه، اذا خاصو في المقابل خدمات في المستوى واسعار معقوله. الحكومه مطالبه بتشجيع السياحه الداخليه وتكون عروض واسعار معقوله في متناول المواطنين وتشتغل على جميع المدن وما يكونش التركيز غير على المدن المعروفه. ومع الاسف غير البارح شكرا انتهى الوقت السيده النائبه.